عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم فيديو جديد. فيديو النهارده إن شاء الله عن مستلزمات مزارع الدواجن. موجود إن شاء الله الترمومتر العادي حرارة ورطوبة، وموجود كمان الترمومتر الديجيتال حرارة ورطوبة، وموجود كمان التايمر ال 24 ساعة اللي بنستخدمه في الشفاط أو الدفاية أو برنامج الإظلال. موجود كمان إدراج السبلة الخاص بالبطارية، ده مقاس ال 95 في 57. وموجود كمان الشفاطات المصري والشفاطات الاتحاد الأوروبي، ده شفاط 60 مصري، وشفاطات الاتحاد الاوروبي موجود المقاس ال 50 ال 60 ال 70 وال 80 وال 85. موجود كمان الارضيات البطاريات، دي الارضيات المصري بديل الايطالي، المتر بيكون 4 قطع. وعلافات البطاريات ال 2 متر علافه مجلفنه، ووشوش البطاريه ال 2 متر مجلفن والكتروستاتيك. موجود كمان لوحات التحكم الخاصه بتظبيط درجات الحراره اوتوماتيك، دي لوحه تحكم 4 مرحله لتشغيل دفايه وشفاط واحد وشفاط 2 وخلايا تبريد. وموجود كمان لوحة تحكم 4 مرحلة تشغيل شفاط ودفاية وخلايا تبريد وجهاز انذار. وطبعا ده حضراتكم العلافات البلاستيك الخاصة بالبطارية، بتكون راكبة بالشكل ده كده على البطارية، الوش بتاع البطارية، دي العلافات البلاستيك الخاصة بالبطارية. وموجود كمان العلافات الصاج. موجود كمان درج السبلة المتر في متر الخاص بالبطارية، والمقاس التاني 95 في 57. والدفايات الكهرباء الثلاثة شمعة، وطبعا الشفاطات الستين المصري، وإطباق التحضير. موجود كمان الشبك الخاص بالبطاريات، ده الشبك الواسع اللي بنفرشه فيه الأرضية أو الجناب، وشبك التحضير الخاص برضه بالبطاريات. موجود كمان حضراتكم البخاخة اللي هي ال 2 لتر الخاصة بالتطهير. وموجود جميع مقاسات السقايات والعلافات شركة الهندسية، وموجود الغاطس الخاص بخلايا التبريد. موجود كمان الكبات ووصلات خطوط المية الواصلة المربع في مربع والمربع في مدور، والكوع اللي هو مربع في مدور. موجود كمان خلايا التبريد مقاس المتر في متر والمتر في 60، سمك 10 سم والسمك 15 سم. موجود كمان حضراتكم دي علافة السمان وخطوط المية النبل اللي هي الجازة. علافة السمان بتكون بالشكل ده، طبعا ينفع نستخدمها في الدواجن بس بعد عمر اسبوع. وهنا الترمومترات. ده كده حضراتكم بالنسبه جميع المستلزمات الموجوده، موجوده باي كميه بفضل الله. عنوان المحل في عزبه الهجانه مدينه نصر، من طريق السويس، ويوجد شحن لجميع المحافظات. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.